المرة اللي فاتت اتكلمنا عن بارت 3 اللي هو الجاسترو انتستينال بليدنج، وقلنا إن هو بيمثل تقريبا حوالي 10% من المورتاليتي ريت. وده ممكن يجي سؤال في الامتحان يقول لك إن هو بيمثل قد إيه من المورتاليتي، فيقول لك 10 20 30 50 70، فيكون الاختيار بتاعنا لو اخترنا هيكون 10%. الأسباب ممكن تيجي أكمل أو mention 3 causes of مثلا upper gastrointestinal bleeding، أو mention أو enumerate يعني عدد 3 causes or 4 من اللور gastrointestinal bleeding. هنقول كذا واحدة من دول. السؤال التاني ممكن أقول لك إيه symptoms what are the symptoms of gastrointestinal bleeding أو ال GI bleeding، وهنقول الحاجات دي كلها معانا يكتفي 3 أو 4 على حسب ما السؤال يقول. طيب قلنا الأشكال بتاعة الهيماتيمسيس أو البليدنج بتظهر في 3 هيماتيمسيس ميلينا، والنوع التاني اللي هو الهيماتوكازيا أو الريكتال بليدنج. ده برضو ممكن يجي أكمل or true or false. يقول لك مثلا الهيماتيمسيس ده بيكون بلاد or coffee جاوند لايك، صح ولا غلط؟ فهو تقول له صح. قال لك بلاك تيرستول هتقول له غلط، ده المايلين، وهكذا. الدياجنوزس في حاجتين، اما دياجنوزس بالاكزامينيشن بتشوف زي ما قلنا البلاد بريشر والبلس والتمبريتشر، او بنسحب عينة من العيان ونشوف التفاصيل بتاعتها. طب التريتمنت قلنا العلاج بتاعنا حاجة من الاتنين، بحاول في الاول اشوف المشكلة فين، ريبليس اللوست بلاد، بما ان في بليدنج يعني في نزيف، فلازم اعوض الاول وبعد كده اشوف ايه الكوز اللي هو المشكلة بتاعتنا فين. وقلنا بقى ازاي هنعمل المخطط بتاعنا وهنتعرف على المشكلة سواء هي upper أو lower عن طريق الأسوفيجيال اندوسكوبي أو الكولونوسكوبي اللي هو منظار القولون. وقفنا عند بيبتيك ألسر. بيبتيك ألسر هنا بيتقصد بقى حاجتين، إما اللي هي البيبتيك المعدة أو الديودينال ألسر، الاتنين مع بعض هم للأسف من الحاجات الرخمة أوي في العلاج، والعلاج بتاعه بياخد فترة طويلة شوية نتيجة إن الويكنس أو الضرر أو التعب بتاع او التضرر او اللي هو اللي خلاص بيقولك بقى ضعيف الميوكس ممبرين، وده الطبقة الحماية اللي ربنا خلقها لنا جوه الاستومك عندنا وجوه الديودنم عشان تحمي المعدة والأمعاء. زمان كانوا بيقولوا إن المشكلة بسبب زيادة الجاستريك أسيد أي الحمض المعدة في الإفراز اللي موجود، كل ما تزيد بالبيبسين بتاعنا الإنزيمات اللي بتزيد الإنزيمات الهاضمة، وعشان كده كانوا بيقولوا نو أسيد نو ألسر، مادام مفيش حمض مفيش ايه، مفيش ألسر، او مفيش قرحة بدون حمض. فبالتالي اصلا وده كان الكور او الاساس بتاعنا في العلاجات، ان احنا نحاول نقلل الحمض، وبالتالي سبحان الله المعدة بتعالج نفسها وبتتجدد اوتوماتيك، والمشكلة بتاعتنا بتبدأ تختفي او تروح. تمام تمام. هنبدأ نقول ايه هي الاسباب اللي ممكن تعمل ألسر. من أشهرهم وهي الحاجة الرئيسية عندنا بالنسبة لنا وكتير مننا، واحنا يعني في الغالب كلنا عندنا هذه المشكلة، إن هي الهليكوباكتر بايلوري أو سموها الاتش بايلوري، أو بالعربي بيسموها جرثومة المعدة. طب ايه المشكلة في جرثومة المعدة بقى عندنا؟ المشكلة في جرثومة المعدة إن هي ميكروب بكتيريا عايشة، ولكنها بتعيش جوه جدار المعدة، تستخبى جوه، فعشان اوصل لها مش بوصل لها بسهولة، عشان كده ده علاجاتها بتكون ايه، صعبة. تاني حاجة حالة موجودة اسمها زولينجر إليسون سيندروم، ده اللي عايز يعرف عنها تفاصيل ممكن يسألش على جوجل يشوف التفاصيل بتاعتها ايه. في بعض الفيروسات ممكن تأثر على المعدة، بعض الناس ربنا يشفي كل مريض يا رب اللي بيتعالجوا أو بياخدوا إشعاع أو بياخدوا علاج كيماوي زي أو الأموديوت الكانسر والسرطان، دي برضو بتأثر بشكل كبير على المعدة. الكحول، الناس بيشربوا خمرة، بس احنا الحمد لله كمسلمين محدش بيشرب عندنا. والأكل المشطشط أو الحراق أو الحر أو السبايسي فود ده برضه بيأثر على حماية المعدة بيقلل. طيب النيرفس ستريس، في ناس على طول النهار متوترين ومتضايقين واخدين الدنيا على أعصابهم، دي للأسف برضه تلاقي عنده حموضة المعدة عالية. طيب طبيعة العمل بتاعتهم، في ناس طبيعة عمله طول النهار في قلق وفي ستريس
فده برضو بيأثر معاه على المعدة، أو شكوته في الغالب بتكون إن المعدة بتاعته مش شغالة كويس أو عنده حموضة. هنبدأ نشرح بالتفصيل هنا ايه دور الهيليكوباكتر بايلوري، اسمها هيليكوباكتر أو البكتيريا الحلزونية، في تكوين القرحة في المعدة والاثنى عشر، وهي بتبقى مشكلة بالنسبة لنا وكتير مننا بيعاني منها. بيقول في الأول إن infection occurs when contamination food or drink with fecal waste، يعني نتيجة التلوث بتاع الأكل أو الشرب بالفيكال ويست اللي هي فيها الميكروب. مش بيحصل إيه؟ إن البكتيريا اللي هي بتحصل لها بروليفريشن، يعني بتنمو وتتكاثر وتكبر في الجاستريك وول زي ما قلنا من شوية، إنها بتستخبى جوه جدار المعدة. طب الشخص المستخبي ده أو المتحصن ده هتوصل له بسهولة؟ لأ. فبالتالي بيحصل كرونيك بكتيريال انفكشن، يعني البكتيريا اللي بتاعتنا بقت كرونيك، يعني قاعدة مزمن، مستخبية وقاعدة مستقنيصة وقاعدة تاكل براحتها. طب هنعمل ايه بقى؟ قاعدة مستخبية كرونيك انفكشن، تبدأ البكتيريا بتاكل. البكتيريا تديك أكل يعني؟ لأ، هتاخد منك الغذاء وتطلع لك السم، حاجة مش كويسة خالص، كائن متطفل. هتطلع لك التوكسين اللي هو بيسموه كاج A أو الفاك A. بعد كده بيحصل increased السيفيريتي بتاع inflammation، كل شوية بتطلع السموم دي بتعمل التهاب، شوية 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 التراكم ده يعمل gastric ulcer، قرحة في جدار المعدة. يبقى كده ببساطة بدأنا بالعدوى، حصل chronic infection، بعد كده البكتيريا طلعت توكسين على توكسين على توكسين، شوية سموم كتار تعمل severity أو severe inflammation، وبعد كده تعمل gastric ulcer. في عوامل من كده، في عوامل السموكينج والايدج، السن بتاعك والتدخين، ده بيزود الحمض، وبالتالي بيزود برضو الألسر مع البكتيريا. طيب الهيليكوباكتر بكتيريا بتعمل ايه برضو؟ بتعمل قلنا من شويه انفلاميشن، وبتزود حاجه اسمها بتقلل السوماستاتين اللي هي بتحمي جدار المعده، دي بتقللها، دي بتنزل لتحت، ده بيزيد، فبالتالي حمض المعدة هيزيد معانا وهيعمل حموضة شديدة. طيب بعد الحموضة الشديدة دي كده خلاص ما يحصل انفلاميشن، أو الألسر حصلت، اللي القرحة بتاعتنا حصلت ومكملة معانا. نقص السوماستاتين هو المسؤول عن زيادة الجستريك أسيد اللي هو حمض المعدة. تمام. طيب في حالة برضه لو في كرونيك انفلاميشن بيحصل حاجة من الاتنين، الالتهاب ده حاجة طبيعية؟ لا مش طبيعية، فبيحصل تغيير في تركيب الهيستولوجي أو التركيب التشريحي بتاعنا أو الفسيولوجي بتاع الجدار نفسه بتاع الديودينم، ويحصل مش مشكلة، أو يحصل إن البكتيريا تبدأ تكتر وتتعمق وتتكاثر في جدار المعدة أو الاثنى عشر، تعمل حاجة من الاتنين، إما إن تقلل البايكربونات اللي هو المسؤول عن معادلة الحمض في الديودينم، أو يحصل ديودينايتس اللي هو التهاب في الاثنى عشر. المحصلة النهائية سواء قللنا الصوديوم بايكربونات اللي هو البايكربونات السكريشن اللي هي الحاجة اللي بتعادل زيادة حمض المعدة، ما عادش حاجة بتعادل حمض المعدة، فأصبح حمض المعدة بدون حاجب أو حدش عارف يسيطر عليه، فالحمض كل شوية بيزيد ومش عارف تقلله، ده بيعمل حموضة بزيادة. أو إن في التهاب والالتهاب ده بقى مزمن، والزيادة دي التهاب ده معناه إن في برضه حموضة بتزيد. المحصلة النهائية هنا أصبح في ديودينال ألسر، وهناك كان فيه جاستريك ألسر. يبقى كده عرفنا ازاي حصل الجاستريك ألسر، بسبب الهيكوباكتر بايلوري اللي هي السبب الرئيسي بتاعنا، او الاتش بايلوري، او اللي بيسموه الميكروب الحلزوني، عشان لو سمعت اي مصطلح من التلاتة دول تبقى عارفهم. وبعد كده عرفنا ازاي بتحصل الديودينال ألسر. تمام تمام لحد السيمتومز، الاعراض بتاعتنا، حد عنده حموضة في المعدة فيكون في ايه؟ abdominal pain، بيبقى في ألم موجود، في بعض الآلام بترتاح مع الأكل، وفي بعضها بيتعب مع الأكل. من هنا هقدر أشخص المشكلة فين بالظبط. لو لو الأكل بيريح المريض، معناه إن هنا فيه مشكلة فين؟ في الديودران، في الاثنى عشر. تمام. ده إمتى؟ لو الألم بيرتاح مع إيه؟
مع الأكل. طيب لو الألم بيزيد مع الأكل معناه إن فيه مشكلة فين؟ في المعدة، ودي مهمة جدا 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 في التشخيص. دي مهمة جدا في التشخيص. ليه؟ ده اللي هيفرق لي ما بين الاتنين. إن في الألم بيزيد مع الأكل يبقى في ألم أوتوماتيك في الديودينم أو في قرحة في الديودينم. طيب التاني إن في ألم مع مين؟ الأكل، ده معناه إن مشكلة في المعدة أو بينزل لها الحمض بيتفرز، فالوجع بيزيد وبتحصل فيه مشكلة. خلاص. طيب قد تحدث مفيش أي وجع ولا في أي مشكلة إن في unnoticed anemia نتيجة البليدنج. قلنا ده كله حصل نزيف في لون الألسر، إن كل شوية مفيش سبب للأنيميا غير إن في إيه؟ مشكلة في المعدة وفي ايرون ديفيشنسي اللي هو نقص في الحديد نتيجة برضو النزيف اللي بيحصل معاه. قد يحدث إن السيمتومز بتكون مجرد نوزيا وفوميتنج يعني قيء وغثيان بس. قد يحدث إن فيه loss of appetite و loss of weight. يعني loss of appetite و loss of weight، المريض اللي معدته تعبانة الأكله ضعيف شوية. ليه؟ خايف لا ياكل معدته تتعبه، فهو مش مستني الوجع صعب. وجع المعدة ربنا يعافيكم، اسأل حد جربه هتلاقي وجع صعب. فكل ما ياكل بقى بيفتكر الوجع فبيخاف ياكل كميات صغيرة، فتلاقيه وزنه بيقل. طب مشكلة بس لا، هو خايف ياكل فشهيته بتقل لأن الأكل بالنسبة له هو مصدر للألم. الكومبليكيشنز قلنا في الدرس اللي فات هيماتيمسز يعني قيء دموي، وعارفين تفاصيله. عايز ترجع بقى المفروض ترجع تشوف تفاصيل القيء الدموي هناك عامل اسمه ايه أو سببه ايه أو بيجي منين. تاني حاجة في الكومبليكيشن قد يحدث obstruction في البيلوريك opening between الاستومك والديودن. السدة دي أو المشكلة اللي يعني الدنيا تتكتم أو تتقفل ما بين الوصلة ما بين المعدة والإثنى عشر، فتي مصيب كده الأمعاء مكتومة أو مقفول. تالت حاجة قد يحدث ألسر بيرفوريشن، إن هو القرحة تقعد تزيد زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ويحصل إيه في الآخر؟ يحصل ثقب أو خرم جوه جدار بتاع المعدة أو الإثنى عشر، وتعمل نزيف داخلي وقدر الله تبقى مشكلة كبيرة. نيجي للدياجنوزز، التشخيص بتاعنا بتاع الألسر فايبرو اوبتيك اندوسكوبي. ده بيدخل بمنظار تشخيصي بيبص على الابر جاسترو انتستينال تراكت. فور دايجنوزز بتاع الهليكوباكتر بايلوري بنقيس ايه؟ بنقيس الانتي بوديز الموجوده اللي هي ضد البكتيريا موجوده في الدم، او باخد سامبل من المنطقه اللي فيها الألسر عن طريق الاندوسكوبي اللي هو المنظار، وبفحصها تحت الميكروسكوب. تالت حاجة في التشخيص بتاع الاتش بايلوري، وده مهم جدا، ممكن يقول لك ازاي بنشخصها. اليوريا بريس تيست او سموه اليو بي تي، يو كابيتال بي كابيتال تي كابيتال. او رابع حاجة الستول انتيجين تيست. يبقى عندك 4 حاجات ممكن تشخص بيهم الاتش بايلوري. الاول وهو الاشهر ان احنا بنقيس الانتي بوديز الموجوده بتاعه البكتيريا اللي هي الاجسام المضاده، اللي احنا قلنا في اول حصه خالص في انتيجين انتي بودي رياكشن. ده الاميون سيستم، ان ازاي الجهاز المناعي بتاعنا بيتعرف على الميكروب او بينشط او بيتحرك في مهاجمه اي حاجه غريبه. بما ان هنا الاتش بايلوري بكتيريا، فهي حاجه غريبه بالنسبه له، فهو بيحاول قدر الامكان يتغلب عليها او يحاربها، فبيكون ضدها انتي بوديز. وقلنا ممكن ناخد سامبل من منطقة الألسر بالاندوسكوبي ونحلها تحت الميكروسكوب أو عن طريق اليو بي تي اليوريا بريس تيست أو الستول أنتيجين تيست. ويبقى كده إيه، اتعرفت عليها وشخصت وتأكدت وبصمت بالعشرة إن عندي اتش بايلوري أو الميكروب الحلزوني. إزاي أعالجها؟ العلاج بتاعها إن أول حاجة لازم آكل أكل كويس أو صحي، easily digestible food free from spices، اللي قلنا من شوية توابل بتزود. فأنا هقلل التوابل ليه؟ عشان ما تزودش حموضة المعدة وتزيد الطين بلة فتبوظ المشكلة أكتر. تاني حاجة الناس اللي بيدخنوا أو يشربوا كحول هيقلل السموكينج والألكحول، قللها أو تجنبها خالص يا سيدي لحد ما يتعالج. ثم في
في علاجات عندنا علاجات المعدة وهي الأشهر سموها العلاجات اللي بتعمل inhibition السكريشن بتاعتنا قبل الأكل بتاع المعدة بتاع الأسيد بتاع المعدة، بمعنى إن أنا بقلل الحمض بتاعي، هو الحمض هو سبب المشكلة، فلما أكون مقلل الحمض شوية شوية المعدة هترتاح، زي حاجة بيسموها البروتون بامب انهبيتور أو بيسموها اختصارا BPI، زي حاجة اسمها اللانزوبرازول 30 مللي، ده من العلاجات المشهورة. العلاج المكتوب في الكتاب ده هو بروتوكول من البروتوكولات، وهو الأسهل والأشهر والمتاح في كتير من عندنا في العلاجات بتاعتنا. العلاج ده لازم يتحفظ، وهو اللانسوبرازول قلنا عليه من شوية twice per day مرتين في اليوم، وقلنا إن هو بيتاخد قبل الأكل، وغالبا بيتاخد قبل الأكل بنص ساعة، وبتاخد مع أموكسيسيلين 1 جرام مرتين في اليوم، يعني مرة الصبح ومرة بالليل. كده ريثرومايسين مرة الصبح ومرة بالليل، يبقى كلهم نثبتهم مرة الصبح مرة بالليل في نفس الميعاد. لانسوبرازول 30 مللي مرتين، أموكسيسيلين المضاد حيوي مرتين، ريثرومايسين 500 مضاد حيوي مرتين. وده بيكون العلاج بتاعنا لمدة 14 يوم، بعدها المريض بيريح شوية، وبعد كده نبدأ نعيد له التحليل تاني، وبكده هنكون خلصنا الجاستريك ألسر. نكمل إن شاء الله المرة الجاية جزء تاني هو الأكيوت دايري.